السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم. الفيديو ديال اليوم ما شاء الله غادي نقترح لكم كيكه ديال اللوز، يعني كتجي من بين المقادير ديالها اللوز بودره عوض الدقيق، يعني كنعمل واحد الكميه قليله من الدقيق. هاد الكيكه هذه كتجينا معلكه من الداخل، المنظر ديالها كيجي راقي، يعني كيكه بصفه عامه راقيه. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 125 غرام ديال بودره اللوز، اما كنشريوها هيدا يعني جاهزه من المحلات، واما غادي ناخذوا اللوز غنمسحوه مزيان واخا بقشورو غادي نطحنوه. المهم خصنا 125 غرام ديال اللوز. غادي نحتاجوا 150 غرام ديال السكر، اللي ما كتعجبوش الحلاوه ممكن ينقص منها شويه. بالنسبه للزبده غادي نحتاجوا 115 غرام. عندي 45 غرام ديال الدقيق، 3 ديال البيضات، قبيصه ديال المليحه، وغادي نحتاج نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه وشاصيه ديال الفاني. هذه هي المقادير. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا اللوز ايفيلي، هذا هو اللي غنحتاجوه للتزيين. دابا ندوزو للطريقه غادي ناخذوا الاناء ديالنا اللي غادي نخلطوا فيه الكيكه. غادي نوضعوا اولا الزبده، غادي نخدموها مع السكر حتى يتجانسوا لنا مع بعضياتهم. الزبده من الاحسن تكون بحراره الغرفه باش تساعدنا انها يعني تمزجنا مع السكر بسهوله. من بعد ما غيتمزجوا مع بعضياتهم غادي نبدا نضيف البيض، وغادي نطربو اما بطرب الكهربائي اولا بطرب اليدوي. غادي نضيف بيضه ببيضه، ومن بعد غادي نبدا نضيف باقي المقادير. غادي نضيف عندي هنا شاصيه ديال الفاني، او ممكن نعوضوها بفاني سائله الا كانت متوفره. غادي نضيف قبيصه ديال المليحه، ومن بعد غادي نبدا نضيف اللوز بودره. صافي غير كنخلطوا المقادير مع بعضياتها. كما قلت لكم ماشي ضروري يعني الطراب الكهربائي، ممكن تطربوها غير بالطراب اليدوي او بسباتولا. ودابا في الاخير غادي نضيف الدقيق، الخميره الكيماويه كما قلت لكم نصف ملعقه صغيره، انا عندي هنايا يعني كثر عليها، عملت غير النصف ديالها. صافي غادي نغربلو مع بعضياتهم وغادي نخلط العجينه ديالي. كما لاحظتوا معايا العجينه ديالنا هنا كتجي شويه قاصحه، يعني ما كتجيش خفيفه، يعني ما كتجيش جاريه بحال الكيكات العاديين، لاننا ما عملنا لا ياغورت لا حليب لا حتى شي حاجه سائله. العجينه ديالنا كتجي شويه هيدا ثقيله. دابا غادي نحطها على جنب وغادي ندوز باش نوجد المول ديالي ونعمل له الطبقه ديال التزيين. غادي نحتاج فيها عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي ندهن بها المول. عندي لوز ايفيلي تقريبا 40 غرام، وعندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. غادي ناخذ المول ديالي كما لاحظتوا معايا، غادي ندهنو مزيان بالزبده. غادي نفرغ اللوز ايفيلي وغادي نوزعه بهذه الطريقه هذه، وغادي نبدا نهبطو شويه على الجوانب، يعني باش تجيني الوجه ديال الكيكه ديالي كله عامر باللوز ايفيلي. صافي غادي نحاول يعني نوزع ديك اللوز ايفيلي في المناطق اللي كتبقى لي فارغه بهذه الطريقه هذه. يعني الفائض اللي كيبقى لي من السطح كنلصقو في الجوانب باش ما كتبقى ليش شي منطقه ما فيها شي اللوز، يعني باش كتجي الكيكه ديالنا كامله مزينه. صافي ملي كنتاكدوا بان اللوز ديالنا كامل يعني لصق في الزبده، غادي ناخذ ديك 2 معالق كبار ديال السكر سنيده وغادي نحاول نوزعهم في المول. غادي نرشهم بهذه الطريقه هذه. هذه هي اللي كتعطينا يعني التحميره، كتجينا الكيكه ديالنا مكراميليزيه من الوجه. صافي غادي نوزع ديك السكر مع الجوانب. صافي من بعد ما كنوزع ديك الكميه ديال السكر غادي ناخذ العجينه ديالي، غادي نوضعها في واحد البوش غير باش يساعدني انني نوزعها يعني بطريقه سهله. كان عندكم تبارك الله، ما كانش عندكم ممكن يعني نفرغوها غير هيداك بلا سباتول ونعوضوها، حيت هي القوام ديالها شويه ثقيل، لهذا غادي نعملها في البوش. صافي من بعد غادي نسوي لها السطح ديالها بواحد السباتولا، ومن بعد غادي ندخلها الفرن يكون مسخن على 180 درجه. ملي ندخل الكيكه نقص له 160 درجه، ما كتعطلش بزاف، عندها من 30 حتى 35 دقيقه. وهانتوما كما كتلاحظوا ها هي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن، يعني غير كتحمر لي، غير كيتكراميليزا داك السكر. صافي غير كنشوفوها تحمرات كنخرجوها. كنستناو على الكيكه ديالنا تقريبا واحد 10 دقائق حتى كتبرد مزيان وتشبر في راسها. غادي نحيدوها من المول غير بشويه علينا باش ما نفتتوهاش.
وهي الكيكه ديالي من بعد ما حيدتها من المول كما لاحظتوا الوجه ديالها كيجي مكرميليزي، كيجي ديك اللوز يعني موزع على الكيكه كامله، ومن الداخل كتجي معلكه وكيجي المذاق ديالها غزال. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم، كنتمنى الكيكه تعجبكم وتجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، ما تنساونيش باللايكات كومونتيرات ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ومع وصفه جديده. في امان الله.